وسام ابو علي بيقول لك ايه بقى كاريزما؟ بيقول لك انا متحمس للقاء الزمالك في السوبر الافريقي. بص يا ويسو، عشان نبقى صراحة مع بعض وعشان ناكل عيش مع بعض، احنا مش متحمسين يا عم، احنا مش متحمسين يا سيدي. وعلشان تكون واصلاك احنا مش جايين يا ويسو، وعشان تكون فاهمها قوي احنا هنفسي عجل سهلة اهي، سهلة مش مستاهلة حاجة تانية، علشان تكون واصلة واضحة وصريحة. نحن غير متحمسين للقاء النادي الاهلي في السوبر الافريقي. ما تطلعش تقول لي انا متحمس للقاء نادي الزمالك في السوبر، احنا مش جايين وهنفسي العجل يا سيدي. ايه رأيك؟ ايه رأيك يا سيدي؟ علشان تكون واصلاك بس وعلشان تكون فاهمها، احنا مش جايين، احنا بالاداء بتاعك ده احنا مش جايين، باداء مارسيل كولر في الدوري المصري وفي دوري ابطال افريقيا مش جايين. ايه رايك؟ سهل يعني، هي سهله مش مستاهله بقى، يعني هي مش مستاهله كل شويه تطلع انا متحمس للقاء نادي الزمالك، مش مستاهله خالص، مش مستاهله، لان انت واخد الموضوع على صدرك، واخد الموضوع على صدرك. يطلع لك بعض الاعلاميين الزملكاويه يقول لك بس يا جماعه ده وسام ابو علي بيحرز اهداف بالحظ وماشيه معاه. ايه اللي ماشيه معاه؟ ايه اللي ماشيه معاه؟ انا نفسي افهم. واحد لعب لك 18 لقاء فقط، جايب لك 18 هدف، 18 هدف، واخد لك مان اوف ذا ماتش 5 مباريات على التوالي، جايب لك 5 اسيستات ب5 اهداف محققه. فبالتالي لما انا اطلع كاعلامي هجاص اطلع اقول لك ان وسام ابو علي بيجيب الاهداف بالحظ ماشيه معاه والكلام الجميل ده ما بياكلش. ما هو احنا كده بنستفز الواد على السكه وعلى الدغري، احنا كده بنستفزه. لما يكون مارسيل كولر يطلع لك بعض الاعلاميين الزملكاويه برضه، ويطلع لك واحد هجاص يقول لك ده ماشيه مع مارسيل كولر، ومارسيل كولر مدير فني على الله ان شاء الله. هو ايه ده؟ واحد برضه فايز لك ب 22 مباراه على التوالي في بطوله دوري ابطال افريقيا، لسع لك 19 فوز على التوالي في الدوري المصري، يعني يعمل لك ايه تاني؟ واخد لك 8 بطولات، 8 بطولات الراجل واخدهم. حلو حلو، هيسكت؟ لا، ما هو خلاص الدوري ناقص له يوم الخميس، يوم الخميس الدخله وخلصت وانتهت. يوم الخميس هيحسم لك بطولة الدوري دي كده 9 بطولات، وفي بطولة كاس احتمال ووارد ان النادي الاهلي ما يلعبهاش، ولو لعبها يلعبها بالناشئين، ولو لعبها ايضا كابتن سامي قمصان هو الذي يقود فريق النادي الاهلي. يعني انت اول ما الدوري هيتحسم كده اعرف ان مارسيل كولر هياخد ديله في اسنانه ويفلق، ياخد لك اجازه، زائد ان هيدي للعيبه الكبيره كلها راحات سلبيه، زائد ان عندك ممكن مباراه الكاس كابتن سامي قمصان اللي يقودها وما يقودهاش باللعيبه الكبيره، هيقودها بالناشئين. يعني انت ممكن بطوله الكاس دي تفاجئ ان مارسيل كولر اصلا ما راحهاش، ان لعيبه النادي الاهلي اصلا ممكن ما راحتهاش، ده ان النادي الاهلي هيلعبها. لكن لو انسحب خلاص الموضوع منتهي. ده هي اصلا ديتها كام؟ يعني مكافاتها 6 مليون جنيه ولا 5 مليون جنيه، يعني حاجه في الصاج مش مستاهله خالص. ازيدك من الشعر بيت بقى كاريزما. تصريحات رئيس اتحاد الكوره وهو الاستاذ جمال علام طلع قال لك ان احنا بنأجل مباريات للنادي الاهلي او للانديه علشان تقدر تاخد بطولات، ولكن لو هتيجي تبص لمؤجلات النادي الاهلي ما حاجات بديهيه كده ان المباريات دي مؤجله غصب عنه اصلا. يعني هو اساسا ملوش اي علاقه ان المباريات دي تتاجل، هو اساسا غصب عنه هتتاجل لان مباريات افريقيه. الراجل رايح لك يلعب لك في بطولة دوري ابطال افريقيا، فلازم يتأجل لك مباريات سواء قبل المباراة او بعد المباراة. يعني انت ما بتجبش عليهم، يعني انت كأستاذ جمال علام انت ما بتجبش على النادي الاهلي، ده حق النادي الاهلي. ونادي الزمالك كان بيتأجلوا مباريات، ونادي بيراميدز برضه كان بيتأجلوا مباريات، فما تطلعش تقول ان النادي الاهلي بيتأجلوا مباريات وبيقدر ياخد بطولة والكلام ده. لا، ما مش مزاجك، ما هي دي مش بالمزاجات. انت لو هتيجي تفر مباريات النادي الاهلي اللي اتأجلت حرفيا حق، ما تقدرش تتكلم الا ان ده حقه،
حقه الطبيعي والعادي، زيه زي نادي الزمالك، زيه زي نادي بيراميدز. يعني مفيش حد بيجبي على النادي الاهلي يا استاذ جمال يا علام. طيب هنيجي لنقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي لقاءات النادي الاهلي القادمة. هي مباراة سموحة، مباراة حسم الدوري وحسم اللقب. وانت من وجهة نظرك شخصية كاريزما، ما هي توقعاتك للقاء؟ يعني هتنتهي كام؟ انت من وجهة نظرك شخصية سيب لي توقعاتك في خانة الكومنتات تحت. وما هو تعليقك على تصريحات الاستاذ جمال علام؟ وما هي تصريحاتك على الهجاصين؟ مش عايزين نسمي، مش عايز. هو الهجاص عارف ان هو هجاص، فبطلوا رزع وبطلوا هري، لان النادي الاهلي محدش قادر يوقفه حرفيا. قلنا نادي بيراميدز هيوقف النادي الاهلي، ما وقفوش، محدش قادر. ما هو ده محدش قادر عليه، ومحدش يقدر على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو خازق الواقع وخازق الطبيعه. فالموضوع مع النادي الاهلي منتهي، الموضوع مع النادي الاهلي حرفيا منتهي. ولا هتعرف تيجي من اليمين ولا هتعرف تيجي من الشمال، لان النادي الاهلي حرفيا مارسيل كولر ووسام ابو علي واخد ما شاء الله الاخضر واليابس. انت من وجهة نظرك برضو ما هو تعليقك على اداء وسام ابو علي مع النادي الاهلي؟ وما هو تعليقك على موضوع مباراة الكاس؟ وبكده نكون وصلنا نهاية كلامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.